20/9/2022 صباحا طيارة خاصة كانت طالعة من تكساس بأمريكا وصلت على الداخل الفلسطيني. الطيارة كان عليها 5 بقرات لونهم أحمر. أول ما نزلت الطيارة نزلوا البقرات ونقلوهم على مزرعة سرية قريبة من مدينة بيسان. ال5 بقرات أعمارهم سنة وشوي، وما سبق لأي واحدة منهم إنها حملت أو ولدت أو انحلبت. هدول البقرات رباهم قسيس مسيحي بتكساس، ورباهم خصيصا للمهمة المطلوبة، وبمجرد ما وصلوا للعمر المناسب شحنوهم على الطيارة ونقلوهم ليتم حمايتهم هناك لحد ما يوصلوا لعمر السنتين. وبعدها رح يجي وقت الخطوة الثانية، وهو حرق واحدة منهم ونثر رمادها ورميه على اليهود لتكون بمثابة تطهير إلهم. وهذا الاشي بدهم يعملوه عشان يقتحموا المسجد الأقصى، وبعدها يهدموه ويبنوا محله المعبد الثالث أو هيكل سليمان المزعوم. للي عم بيشوفوني لأول مرة أنا أبو الصادق، وبحكي عن كل شيء غريب وغامض على كوكب الأرض. واليوم راح أحكي لكم عن الخطة اللي كان بجهز لها اليهود من فترة، وقبل ما تتنفذ اتحرك في كتاب اسمه المنشاه، وهو كتاب مشتق من التلمود اليهودي. هذا الكتاب بيفسر نبوءات وأساطير لليهود، وطبعا هم بدعوا إنهم قادرين يعملوها. النبوءة بتحكي عن بقرة شعرها بالكامل لونه أحمر، وما فيها شعرة واحدة من لون مختلف. لازم ما يكون حدا استعملها بأي خدمة من قبل، ولازم ما يكون انربط على رقبتها أي حبل، ولازم تتربى داخل إسرائيل. وأول ما توصل هاي البقرة لعمر السنتين رح يطلعوا اليهود على جبل الزيتون مقابل المسجد الأقصى ويحرقوها، وبعدها رح ينثروا رمادها على اليهود ويطهروهم. لحد كم سنة بس كان هذا الكلام مجرد أوهام بتدور بعقولهم، ولكن الهدوء الكبير من الجانب الفلسطيني والعربي والتعايش معهم ومحاولات التطبيع خلتهم يفكروا انه خلص القضية ماتت، وانه صار بامكانهم يعملوا مخططاتهم ويهدموا المسجد الاقصى. بعتوا يجيبوا البقر الاحمر من امريكا ويبدأوا المشروع، ولكن فجأة صار اشي مختلف وكبير ما توقعته لا المخابرات اليهودية ولا الامريكية. صباح يوم 7 اكتوبر تحديدا على الساعة 6 الصبح تم اختراق أنظمة الإنذار في الداخل المحتل وتعطيل أنظمة المراقبة المفروضة على قطاع غزة. اللي عمل هذا الاختراق مجموعة من الهاكرز السودانيين، وهذا مش كلامي، هذا الكلام اتأكد على موقع سيكيورتي ويك بمقال نشره إدوارد كوفاكس وضح فيه كل تفاصيل عملية الاختراق. المهم بعد ما دخلوا على عسقلان ما ضل ولا واحد على وجه الأرض ما شاف شو اللي صار. هزيمة إسرائيل ما تخيلت بحياتها إنها تعيشها، وأظن ردة الفعل اللي شفناها منهم وكمية القصف العنيف اللي عم بنشوفه هو لأنه عدد الأسرى راح يفوق كل التوقعات. الوحيد اللي بيعرف العدد الصحيح هو هم والمقاومة. إسرائيل وقادتها بيّنوا للعالم كله قديش هم عاجزين لغاية اليوم، وبعد مرور أكثر من 22 يوم على الحرب ما قدروا يعملوا ولا إشي إلا القصف العشوائي والانتقام من الناس. الآن تخيلوا مع كل هاي المعمعة اللي شاغل بال العالم كله وما ضل ولا دولة بالعالم ما حكت فيها، اللي كان شاغل بال نتنياهو هو قصة البقر الأحمر. ما قدر ينساها أو حتى أنه يخبيها بحديثه. بعد ما حس أنه طوفان الأقصى دمر خطته تماما طلع في خطابه قال: سنحقق نبوءة أشعياء، لأنه إحنا أبناء النور وهم أبناء الظلام. هو قصده أنه إحنا أبناء الظلام ابن المظلمة. المهم لازم تعرف إشي كثير مهم، وهو أنه اليهود عندهم خوف دائما مستمر. بدينهم هم وبكتبهم مكتوب أنه محرم عليهم يتجمعوا بمكان واحد، وأنه لازم يضلهم مشتتين بالأرض. على حسب كلامهم ومعتقداتهم هاي النبوءة هي المقدمة لخروج السيد المسيح قبل نهاية العالم، ورح تعلن إسرائيل بعدها هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. تخاريف بيحلموا اليهود بتحقيقها. اللافت بالموضوع انهم عاملين حالهم مش مصدقين القرآن، مع انه تصرفاتهم بتدل على انهم مصدقين، ولكنهم بيعاندوا كعادتهم. وطبعا هذا مش اشي غريب عليهم، لانه كلكم بتعرفوا انه هم اكتر ناس الله بعت لهم انبياء وكفروا فيهم. ليش بحكي لك انهم بناقضوا حالهم وانهم مصدقين اللي مكتوب بالقرآن وعاملين حالهم مش مصدقين؟ خليني احكي لك ليش. رب العالمين كتب بالقرآن انه رح يجي اليوم اللي مش بس رح ينهزموا فيه، لا كمان رح يتخبوا ورا الشجر والحجر، والشجر والحجر رح ينطق وينادي على المسلم ليخلص على اليهودي اللي واقف وراه. وعلى حسب قرآننا وديننا الشجر كله رح يدل على اليهود المتخبين وراهم إلا شجرة الغرقد، وهاي أكثر شجرة بزرعها اليهود. طب إذا أنتم مش مأمنين بهالحكي ليش بتزرعوا هاي الشجرة تحديدا؟ خليني أحكي لك إنه قصة البقر عملت جدل كبير وغضب حتى بين اليهود. بعض الحاخامات خافوا وصاروا يحكوا عن غضب إلهي رح ينزل عليهم قريبا بسبب هذا الموضوع. أول شيء قالوا إنه هذا النوع من البقر الأحمر ما انولد على الأرض من 2000 سنة، وإنه البقر الحالي اللي جابوه من تكساس ملعوب بجيناته وشغالين عليه هندسة وراثية ليكون لونه أحمر بالكامل. وهم عندهم شرط أساسي لحتى تكون البقرة صالحة للنبوءة
انه ما يظهر في جسمها اي شعره بلون مختلف. طبعا انها تكون مولوده هيك، مش ملعوب بجيناتها لحتى تصير هيك. بال2010 كان في عندهم تجربه مشابهه، عملوها بمزرعه سريه بمدينه النقب. جابوا بقرتين قالوا انه بنطبق عليهم هاي المواصفات، ولكن بعد فتره ظهر بجسمهم شعر لونه اسود. وقتها قرروا الحاخامات انه هذا البقر غير مناسب للنبوءه. ولكن هاي المره الحاخامات اليهود ضد موضوع البقر، لانهم شايفين انه كل شيء عم بنعمل هو مخالف للتوراة. البقر ما انولد وتربى عندهم، ولونه مش أحمر، ونتنياهو جايبه من أمريكا. الآن شو المهم بكل هاي القصة وليش حكيت لك إياها؟ الخلافات على موضوع البقر بتكشف إنه كثير من نبوءات الاحتلال هي مجرد تخاريف وأكاذيب بورثوها لبعض. والأهم إنها بتكشف عن الجانب اللي دايما الاحتلال بيحاول يخبيه، وهو إنه حربه ضد العالم العربي والإسلامي هي حرب دينية بالأساس. هم بيقولوا إنها مش دينية، ولكن كل هالتخاريف اللي مصدقينها وشغالين على تحقيقها ما بتقول إلا إنه حربهم معنا دينية. حربهم بدهم يخلصوا فيها على كل المسلمين وحتى المسيحيين، وأي حدا عربي بوقف بطريقهم. يعني مهما أعلنت حكومة الاحتلال إنها بتشتغل سياسة ونازلين دعاية وإعلام ليل نهار إنه حربهم سياسية، هذا الحكي كله كذب. الآن لازم تفتح عيونك منيح على اللي بصير وتفهم اليوم الوضع غير. اليوم في قوة مقابل قوة، وهاي أول مرة إسرائيل بتكون بهذا الموقف. انصدموا باللي صار وما عرفوا شو بدهم يعملوا، فردة فعلهم عشان يلملموا كرامتهم كانت انهم يضربوا بيوت المدنيين. الان سيبك من كلام الاعلام لانهم ما راح يحكوا لك احنا ضعاف. اللي عملته المقاومة مش قليل. اختراق تحصينات ومهاجمة جيش كان عم بيحكي عن حاله انه الاقوى بالعالم وما حدا بيقدر يهزمه مش اشي قليل. انك تشوف هذا الجيش القوي عم بطلب دعم العالم كله، معناها هو عرف حاله قديش هو ضعيف. استهدافهم للاطفال ومحاولات رد اعتبارهم الفاشلة صغرتهم قدام العالم وبينت ضعفهم أكثر. وأكبر دليل على كل الكلام اللي حكيت لك إياه إنه أنا وإنت والكل شايفينه عم بنشوف كل يوم بالأخبار تصريحاتهم بإنهم بدهم يدخلوا بر، ولكنهم ما عم بدخلوا. التحذيرات عم تجيهم من أمريكا بإنه لا تعملوا خطوة زي هيك ولا تدخلوا لأنكم رح تتبهدلوا. حتى المرة الوحيدة اللي على كلامهم الكذاب قالوا إنهم بدهم يدخلوا فيها قطعوا الإنترنت وكل الاتصالات مشان ما حدا يشوف خيبتهم. وفي الوقت اللي كل الناس كانوا قاعدين مستنيين الأخبار والكل بيحكي توقعاته، بعد يوم نشروا فيديو ما له معنى مبين فيه دبابات واقفين بساحة واسعة، قالوا انهم دخلوا فيها على شوية أمتار. خذها مني، ما راح يطلعوا يحكوا لك احنا حاولنا ندخل وما قدرنا، ولكن احنا كلنا عارفين شو الصح. المهم بكل الحكي اللي حكيت لك اياه انه لو بترجع لديننا او حتى لدينهم راح تلاقي انه كل المؤشرات بتحكي انه زوالهم بهاي الفترة. فخليكم قويين لانه على قول التميم البرغوثي انه تحريرها كلها